السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بتحليه بنينه ومختلفه على التحليات اللي نعرفوهم. هذه التحليه عباره على كرومبل بالتفاح وسيرو ديغابل. اللي ما يعرفش سيرو ديغابل هو شراب القيقب، نلقاوه غير في كندا وامريكا. يصنعوه من واحد العصاره تكون في الاوعيه الخشبيه تاع شجره القيقب. يديروا ثقوب في جذع الشجره ويتحصلوا على واحد النصغ، يتريتيوه ويبخروه على طريق التسخين حتى نتحصلوا على سيرو. وسبحان الله في خلقه شؤون، هذا السيرو مليح بزاف. ويديروا حتى اللي عنده السعال والقوت تاعو كاراميليزي، الذوق تاعو حتى الريحه تاعو كيما الكراميل، سورتو كي نحرقوه. هيا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. وقبل ما نبدا ما تنساوش تخليو لي جيم وتعليق وتبارطاجيو ماكسيموم باش تعم الفائده. نبدا بالوصفه. اول طبقه في التحليه اللي هي جيلي تاع شراب القيقب. هذا هو السيرو، راكم تلقاوه في لي سوبر مارشي. استعملت 80 مليلتر سيرو ديرابل و50 مليلتر ماء وورقه من الجيلاتين. الورقه اللي عندي وزن 3.3 غرام. اول حاجه راح ندراتي الجيلاتين في الماء البارد، نخليها اكوتي. وفي كاسرول راح ندير سيرو ديرابل والماء فوق النار غير ياخذوا الغليه، ونطفي عليهم النار لانه الخليط الجيلي فيه الجيلاتين، لازم السوائل تاعنا يكونوا سخونين. غير تاخذ الغليه نطفي عليها، وراح نحي الجيلاتين من الماء البارد ونديرها في الخليط تاع السيرو. نخلط حتى نتاكد باللي الجيلاتين ذابت لي مليح. خليوها تبرد شويه فقط، لانه ليفيرين راح نستعمل هذا الشكل. لو كان ديروا الخليط يكون يغلي قادر ليفيرين تاعكم يتكسروا. مايش راح تخليوه يبرد، خلاص غير يدفى شويه. وراح ندير الطبقه الاولى تاع الجيلي. طريقه جد سهله. نحطها في الكونجيلاتور ربع ساعه ونردها في الثلاجه ما بين ما نكمل المكونات اللي بقاولي. ماهيش راح تدي وقت بزاف باش تتماسك. بالنسبه للتفاح استعملت حبتين تاع التفاح، كما تشوفوا الحجم تاعهم متوسط، وهذا التفاح اللي عندي راهو حلو. نقشرهم وراح نقطعهم مربعات صغيره. اذا عندكم تفاح صغير راكم ديروا 3 حبات حتى 4 حبات. انا التفاح اللي عندي الحجم تاعو كبير. وهذه التحليه الاصل تاعها كندي، والمكون الرئيسي فيها هو سيرو ديغابل. السكر استعملناه غير في الكرومبل، باقي المكونات استعملنا سيرو ديغابل في مكان السكر. نقطعه بهذه الطريقه، نديرو في كاسرول لانه راح نطيبه. من بعد راهو راح يتقلص الحجم تاعو، هنا يبالكم راهو بزاف. من بعد كي يطيبوه راهي الكميه تاعو راح تنقص. وراح نزيد 100 مليلتر سيرو، نحطهم فوق النار حتى يطيبوا. تشوفوا التفاح بدا يتغير اللون تاعو كما راكم تشوفوا، ولا صفر، والسوائل نشفوا. هنا راح تطفيو عليه النار وتزيدوا له كيس فانيليا وزن 7 غرام. فانيليا اي نوعيه متوفره عندكم. دايما لي زاروم استعملوهم في الاخير الخليط كي يكون سخون. ونخلط حتى نذوب لي لافاني ونخليها على جهه تبرد باش نحضروا دركا الكرومبل تاعنا. المكونات تاع الكرومبل عندي 80 غرام فرينه و40 غرام زبده بحراره المطبخ. حاولوا تقصوها هكا مربعات باش تجيكم سهله. واستعملت السكر البني 3 ملاعق اكل ما يعادل 30 غرام. على واه درت السكر كاسونات لانه هو تعرفوا فيه الطعم تاع الكراميل.
وراح يعطينا ايضا ذوق مليح في الكرامبل. واذا ما عندكمش استعملوا السكر العادي، لكم الاختيار. نخلط مليح باصابع اليد. بعدها راح نضيف الجوز، استعملت 30 غرام، وكيس فانيليا وزن 7 غرام. المكسرات ديروا اي مكسرات متوفره عندكم هكا باش الكرامبل تاعنا يكون مقرمش اكثر. بعدها راح نلوحو في بلا، لازم ديروا له البابي كويسون، ونحطه في الفور على 180 درجه. نشعلو من تحت ومن الفوق، وحاولوا ما تغفلوش عليه. كل ما تشوفوه بدا ياخذ اللون حاولوا تحركوه بالملعقه حتى تتحصلوا على اللون البني. عسوه لانه يتحرك توت سويت. بعد ما طاب لي الكرامبل نخليه يبرد. بالنسبه للطبقه تاع الكريمه متكونه من الياغورت غراك وسيرو ديرابل. ياغورت غراك تعرفوا القوام تاعو يكون كريمي. استعملت 250 غرام ياغورت غراك وملعقتين اكل سيرو ديرابل. المهم تستعملوا ياغورت يكون كريمي. ما عندكمش تقدروا ديروا البتي سويس باغ اكزومبل 2 علب تاع البتي سويس وديروا تزيدوا له علبه تاع ياغورت طبيعي، تخلطوهم باش تحصلوا على قوام كريمي. نجبد لي فيرين تاعي من الثلاجه بعد ما تماسك لي الجيلي، وندير الخليط تاع الكريمه في لابوش باش يسهل لي العمليه. الطبقه الاولى تاع الجيلي، الثانيه تاع الياغورت، والثالثه تاع التفاح بعد ما خليته برد. لي فيرين هذو اللي درتهم راهم كبار، الحجم تاعهم كبير، والكميه هذه اللي درتها دارت لي 4 فيرين. اذا عندكم لي فيرين صغار راهي راح تدير لكم الكميه اكثر. بعد ما درت التفاح في الاخير راح ندير الكرامبل، ونتحصلوا على هذا التحليه. والطبقات دائما الكرامبل ديروه في الاخير باش يحافظ على القرمشه تاعو، هو الطبقه الاخيره. وهذه هي التحليه تاعنا تاع اليوم. جات ما شاء الله مع سيرو ديرابل والكرامبل والتفاح، جات بنينه بنينه بزاف وخفيفه كما تشوفوا. ما فيها لا كريم فريش لا شونتيي، ومكوناتها سهله واي وحده تقدر تحضرها. والحلويات تاعها ايضا معتدله، جات خفيفه. خليوها تبرد، وان شاء الله يا رب تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. واللي اول مره يشوف القناه نتمنى يشترك ويفعل الجرس باه يوصلوا كل جديد. نقولكم في امان الله، نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفات اخرى. السلام عليكم.